حياة نجوم تركيا مرات بتكون أكثر دراما من مسلسلاتهم نفسها. اليوم رح نحكي عن القصص اللي صارت ورا الكاميرا، قصص حقيقية من كوارث شخصية لمواجهات هزت الرأي العام كله. اللي بيصيروا ورا الكواليس عن جد أغرب من الخيال، قصص المؤلفين ما بتوصلهاش. خلينا ندخل في الموضوع ونشوف التفاصيل. رح نحكي عن محن مرعبة ومواجهات ما كانت في الحسبان أبداً. خلينا نبدأ بقصة بصراحة قصة مرعبة. ليلة واحدة تحولت لكابوس حقيقي للممثلة إسراء كيلر اللي بنعرفها من مسلسل المؤسس عثمان. تخيلوا، هي وعائلتها كانوا وجها لوجه مع الموت. هاي كانت كلماتها، كلمات بتوصف حجم الكارثة اللي صارت لما بيتها احترق بالكامل. طيب كيف صار كل هاد؟ شو القصة؟ والغريب بالموضوع إن اللي أنقذ حياتهم كان مجرد صدفة مرتبطة بشهر رمضان. يعني لأنهم صحوا عشان يتسحروا قدروا ينجوا بأعجوبة. بس للأسف مع إنهم نجوا الخسارة كانت فادحة جدا. الحريق كان شامل لدرجة إنها ما طلع معها أي شيء، واضطرت تستعير ملابس من صديقتها وهي بالمستشفى. كل شيء راح تحول لرماد بلحظات. بس الحمد لله، المهم إنهم كلهم بخير وطلعوا من المستشفى. طيب، من كارثة شخصية صارت ببيت ممثلة مننتقل لقصة ثانية صارت بالشارع، فضيحة عامة بمعنى الكلمة. القصة هالمرة عن الممثل أوفق بايركتار اللي صار بمواجهة مباشرة مع القانون. والمفارقة مفارقة غريبة جدا. بيوم المرأة العالمي بالذات صار شي ما حدا توقعه أبدا. طيب شو اللي صار بالضبط؟ حسب اللي انحكى، كان في مسيرة سلمية للمرأة باسطنبول، وفجأة الممثل المعروف بدوره بمسلسل إيزل دخل على الخط وصار يصرخ ويوجه إهانات للمشاركات. طبعا الشرطة ما استنت، تدخلت فورا واعتقلته، وهو حاليا بالسجن. طيب خلينا نغير الجو شوي، وبعيدا عن الأزمات والمشاكل في كمان لحظات حلوة بتجمع النجوم وبتفرح الجمهور. هالمرة رح نروح لباريس، وهنيك صار لقاء مؤثر جدا الناس كانت تستناه من زمان. بنتكلم عن أبطال المسلسل اللي كلنا بنحبه، خاطفة القلب، توبا بويوكستون وجنسل إلتشين. تخيلوا، بعد كل هالسنين الصدفة جمعتهم بباريس. باريس اللي صارت بيت لتوبا، وهي نفسها مدينة جنسل لأنه من أصول فرنسية. واللقطة الأجمل كانت لما جنسل عرف ابنه الصغير على زميلته القديمة. لحظة هيك بتحس فيها بمرور الزمن، بس كمان بدفء العلاقة اللي ما تغيرت بينهم. وطبعا صور اللقاء ولعت السوشيال ميديا وانتشرت بسرعة كبيرة. بس حياة النجوم مش بس لقاءات ودراما، هي كمان شغل مستمر وقرارات مهنية، وأكيد تغييرات مفاجئة بالشكل بتعمل ضجة وجدل كبير. وهون بنحكي عن كيفان شتاتلاتوغل اللي فاجأ الكل بلوك جديد تماما. زوجته بشاك هي اللي نزلت الصورة، والكل بيحكي إنه هالتغيير أكيد عشان دور جديد، بس ردة فعل الجمهور كانت يعني فورية وصاخبة جدا. وكل هالتفاعلات بتورينا شي مهم، إنه بعالم الشهرة مجرد قصة شعر، شي بسيط يعني، ممكن يقلب الدنيا ويصير ترند وخبر الكل بيحكي فيه. وهذا بيبين قديش هم تحت المراقبة طول الوقت. ومن حوارات الشكل واللوك منروح الصراحة القاسية بالمهنة. الممثلة سيدا باقان ما حاولت تجمل الموضوع أبدا. لما سألت ليش مسلسلها مثل الحلم توقف، جوابها كان مباشر وواضح ودغري. وبالوقت اللي فيه مسلسل بتوقف، في مسلسل جديد بطله متحمس له جدا. ممثل ثاني داخل على تحدي جديد بكل قوته، ولأول مرة بحياته رح يمثل دور ضابط شرطة بمسلسل على منصة رقمية. والموضوع جدي لدرجة إنه بلش ياخد دروس رماية عشان الدور. كل هالحكايات اللي حكيناها، من الحريق لقصة الشعر لإلغاء مسلسل ولا التحضير لدور جديد، كلها بتخلينا نسأل سؤال أعمق: شو هو الثمن الحقيقي للشهرة؟ وبعض النجوم نفسهم جاوبوا على هالسؤال من خلال تجاربهم. واحد من الممثلين لخص الموضوع بجملة، قال إن الناس بتشوف الفلوس والشهرة اليوم، بس ما بتشوف سنين التعب والتضحية اللي راحت عشان يوصلوا لهون. هذا هو الثمن اللي ما حدا بيشوفه. سنوات من العمر بتروح بمهنة ما بترحم. ومن ثمن الوقت لثمن التجربة. ممثلة ثانية كان لها رأي ملهم جدا عن التقدم بالعمر، خصوصا بمهنة مهووسة بالشباب والمظهر. بتقول إنه كل تجعيد بوجهها مش عيب، بالعكس هي دليل على حياة عاشتها وعلى كل مرة ضحكت فيها من قلبها. وحتى راحت لأبعد من هيك وقالت إنه الشيخوخة بحد ذاتها شيء رائع. هالنظرة الإيجابية هي فعلا تحدي مباشر لكل الضغوط اللي بتفرضها صناعة الترفيه على الممثلين وخصوصا الممثلات. إذن شفنا كل شيء، من حرائق واعتقالات للقاءات بتدفي القلب ولتأملات عميقة.
واضح إنه حياة النجوم الحقيقية يمكن تكون درامية أكثر بكتير من أدوارهم على الشاشة، وهذا بخلينا نفكر مع كل هالتحديات والضغوط والمراقبة اللي ما بتنتهي، هل الشهرة عن جد بتستاهل كل هالثمن؟ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.